لم تصدر حتى الآن أي إشارة من الجيش المصري على أنه سيتخلى عن قائد سلاح الجو السابق الرئيس حسني مبارك وينصاع لمطلب المحتجين برحيله بعد حكم دام 3 عقود. لكن الجيش على الأرجح سيفعل أي شيء من أجل الحفاظ على مكانته مصدرا أخيرا للسلطة في البلاد، والحفاظ أيضا على المزايا الاقتصادية التي يحصل عليها من النظام ومن القطاع العريض لمشاريع الأعمال المدنية التي احتفظ بها لنفسه. وفي ظل الأوضاع الحالية في مصر فإن الجيش حائر بشكل واضح بين أمرين، ففي حال طلب من مبارك تجنيب البلاد مزيدا من أعمال العنف والتخلي عن السلطة، فإنه بذلك سيفتح الطريق واسعا لإمكانية وصول أول رئيس مدني للبلاد لينهي قبضة الجيش على السلطة منذ ثورة 52 و900 وألف التي أطاحت الملكية في مصر، ومنذ ذلك الحين جاء كل رؤساء البلاد من بين صفوف الجيش. ومن ناحية أخرى إذا أقبل الجيش على إزاحة المحتجين في ميدان التحرير بالقوة فإنه سيضفي على نفسه صورة مماثلة لجهاز الشرطة الذي يمقته المصريون، وفي هذه الحالة سيخاطر الجيش باحتمال مواجهة رد فعل شعبي يمكن أن يشوه سمعته التي يحافظ عليها بشدة بوصفه حامي الشعب. وفي اعتراف أمريكي بأهمية الدور الذي يؤديه الجيش، أفاد مسؤولون أمريكيون أن هناك محادثات تجرى بين إدارة أوباما ومسؤولين مصريين بشأن إمكانية استقالة الرئيس مبارك وتشكيل حكومة تسيير أعمال مدعومة من الجيش بالإعداد لانتخابات هذا العام. وأشارت وثائق مسربة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين يرون أن الجيش المصري الذي يتلقى مساعدات أمريكية كبيرة أخفق في تطوير آلياته والتكيف لمعالجة تهديدات جديدة. وأظهرت المذكرة الدبلوماسية التي سربها موقع ويكيليكس أن واشنطن تضغط على مصر لتوجيه إمكانيات جيشها للتصدي للإرهاب وعمليات التهريب عبر الحدود والمساعدة في حل الأزم الإقليمية. وأشارت أيضا تلك المذكرة إلى أن الجيش المصري لا يزال ينظر إلى إسرائيل بصفتها الخصم الرئيس بالرغم من وجود معاهدة سلام قائمة منذ عقود. ويحاول المحتجون المحتشدون في ميدان التحرير إقناع الجيش بالوقوف في صفهم، حيث يهتفون أن الجيش والشعب يد واحدة. ولكن عندما هاجم مؤيد النظام الميدان ودخلوا في معركة مع المحتجين طوال يومين في مشاهد من الفوضى، وقفت قوات الجيش التي تحرس الميدان موقف المتفرج. من الواضح أن الجيش المصري في نهاية المطاف هو الجهة الوحيدة القادرة على أن تقول للرئيس حسني مبارك إنه قد حان الوقت للرحيل، ولكن إذا استمر موقفه الحالي في منزلة بين المنزلتين فإن الحسم يظل بعيدا والشعب هو من يدفع الثمن.